يا هلا ومرحبا بكل متابعين، إن شاء الله الكل بخير. تعالوا وياي نسوي أحلى دونات. هاي المعجنات اللي يحبونها الأطفال واللي دائما نشتريها من المحلات، نقدر نسويها بالبيت وبالمواد اللي موجودة ومتوفرة بكل بيت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هاي المواد المقادير، عندي 3 كوب طحين ورشة من الملح وملعقة من الشكر، وعندي 50 غرام من الزبدة الذايبة، وعندي علبة قمر وبيضة واحدة وفانيلا وبيكنج باودر. هنا خليت المواد هذني خليتها بالطاسة وخلطتهن. وهذا عندي كوب من الحليب السائل، خلينا نشوف ايش قد راح استخدم حسب نوع الطحين. هنا خليت كل المواد الطحين وخلطتهن. طبعا راح تقولون ام عباس وين الخميره؟ ام عباس نسيت الخميره، بعدين تذكرت قلت يعني شلون دونات بدون خميره، فجبت الخميره. طبعا الخميره لازم تضيفونها ويا الحليب، الحليب دافي، فانا ضفتها، يعني ضفت الخميره ويا الحليب، وهسه بديت اعجن. راح اضيف الحليب يعني بقى شويه من عندي، راح تحسون العجينه لزجه شويه. شوفوها شلون عجينه لينه. فانا شو اسوي؟ دائما هيك اسوي، واخلي الطحين يعني بالصينيه او الميز اللي راح تسوون بيه العجينه، واظل اعجنها. احط رشه طحين تقريبا نص كوب، اخذت طحين يعني 3 كواب طحين ونص كوب. هنا ظليت ابدي اعجن بيها. واذا عندكم عجانه عادي، انا عندي عجانه بس احب استخدم ايدي. شوفوا هنا العجينه ما تلزق بالايد وحلوه ويعني ملسه وكلش حلوه هاي العجينه. شوفوها. طبعا تقولون ليش تستخدمين قيمر؟ طبعا انا بالمعجنات الحاليه او الكيك استخدم قيمر، اما المعجنات المالحه مثل البيتزا او الفطاير استخدم الروبه. القيمر ينطي طعم كلش حلو للمعجنات. هنا اخليها تختمر مدة بعد ساعة نص ساعة حسب المكان اللي عندكم. شوفوا هنا خليتها ودفيتها يعني بنايلون، واخليها لمدة يعني لحد ما تختمر. شوفوا هنا ضاعف حجمها، هذا هو. بعد بعد ما ضاعف حجمها تقريبا خذت ساعة. هنا راح افرد العجينة. هنا راح افرد العجينة بالشبك، طبعا برشة طحين، يعني ضروري رشة الطحين على مود لا تلزق عندني. هنا بعد ما فردتها يعني لا تفردونها كلش، تسوونها كلش يعني خفيفة، لا بيها سمك. شوفوا هنا هاي اول وجبة خليت طبق، والثاني وجبة خليتها يعني بدون ما اشيل هاي بالوسطة، لان اريد احشيها. يعني سويت قسمين هيجي، والثانية اريدها محشية. طبعا خلوها تختمر. نجاح العجينة تخلونها تختمر. هسه مو شكلتوها، خلوها تختمر مرة الثانية. طبعا زيت غزير تخلون العجينة، مو تعلون النار وتحرقونها، لا يعني يكون شو اسمه النار متوسطة. بعد ما تتحمر خلوها بشبكة وصينية على مود تذب كل الدهن. اي حشوة عندكم استخدموا، انا احب اللوتس واحب النوتيلا، اي شي عندكم استخدموا. هنا سويت زرف شوية وخليت النوتيلا بالكيس الحلواني وحشيته، والباقي هذا اللي مزروف من جوا يعني صار ثقب من الوسط خليت عليها لوتس، والباقي حشيته بالنوتيلا وزينته بالنوتيلا. طبعا ما احكي لكم على العجينه، العجينه تخبل وهشه وتذوب ذوبان. شوفوا هنا عندي هنا قسمت من عندها، شوفوا شلون طيبه. طبعا انا ما احب الشكر والدارسين اللي يخلونها على هاي المحشيه، يعني ما ادري ليش يخلون الشكر، ما احب ما استطعمها، بس بعدين يعني لازم كشكل يطلع حلو لازم اسوي هاي الفقره. شوفوا هاي الدونات اللي مقسومه من الوسط، شوفوها شلون حلوه وهشه كلش طيبه. انا احب اكثر شي اللوتس، ما احب النوتيلا. وطبعا عجبت الاطفال حبوها، عجبتهم كلش لان طعمها كلش طيب. بدل ما نروح نشتري من المحلات، والله مرة جربت من المحلات يعني اللي يبيعونها سعر القطعة ب1000 دينار، أبد مو طيبة. طبعا هنا رحت خليتها بالشكر والدارسين، فديت 3 قطع على مود التصوير، وألف ألف عافية للي راح يجربها.